متابعي جوابك، أهلا بكم. تحت هدوء الماء تتربص أشد المخلوقات افتراسا وتنتظر اللحظة المناسبة للانقضاض بفكوكها المعدة لتقطيع الفريسة بوحشية، بشهيتها التي لا تتوقف عن طلب المزيد من الدماء واللحم. لذا سنخوض غمار التحدي وننطلق لنتخيل معركة شرسة مدمرة أبطالها تمساح المياه المالحة والحوت السفاح، حوت الأوركا القاتل. لكن قبل الخوض في المعركة سنقدم مجموعة من الصفات التي يمكن أن ترجح كفة أحد هذين المفترسين على الآخر. أولا، الحجم والشكل. إن بدأنا المقارنة فإن التمساح المياه المالحة هذا الوحش الخطير يعد أكبر الزواحف الحية في العالم، ويمكن له العيش إلى حوالي 70 عاما في البرية، وذلك دلالة واضحة على خبرته الكبيرة في البقاء على قيد الحياة. مسلحا بوزنه الهائل الذي يصل إلى حوالي الطن، وبطوله الذي يبلغ حوالي 7 أمتار، مع سرعة في الماء تصل إلى 29 كيلومترا في الساعة. بالمقابل يصل وزن الحيتان القاتلة إلى أكثر من 6 أطنان. هذه الحيوانات المفترسة الذكية بأسنانها الحادة وفكوكها القوية وسرعاتها العالية، وهي أكبر أعضاء عائلة الدلافين، حيث يصل في بعض الأحيان طول الذكور إلى 10 أمتار. ثانيا، السلوك والغذاء. تمساح المياه المالحة بطبيعتها العدوانية المعروفة، التماسيح ستصبح أكثر وحشية عندما تشعر بالجوع، ومن المعروف أنها تخرج من الماء عندما يحين وقت تناول الطعام. وإن اضطرت الأمور للبحث خارجا عن الطرائد فهم سينتزعون فرائسهم باستخدام تقنية تسمى الإطلاق المفترس. يمكن لهذه الزواحف الرائعة أيضا تنظيم درجة حرارة جسمها عن طريق الاستمتاع بأشعة الشمس أو تخفيفها في الماء، ومثل العديد من الفقاريات يمكنها أيضا تنظيم ضغط الدم إذا تعرض جسمها للتوتر. وكما تحب التماسيح الأكل، يمكن لها الصيام عن الأكل عندما يضطرون إلى ذلك بسبب ندرة الموائل، حيث يمكنهم قضاء عدة أشهر دون تناول قضمة واحدة. لكن إذا حدث هذا الأمر فعندها يجب الحذر جدا، لأن التمساح وقتها سيصبح عدوانيا للغاية وأكثر وحشية. من المعروف أن هذه الزواحف تهاجم القوارب والبشر والحيوانات الأليفة والمفترسة وأي شيء يعترضها. وفي الموقف المفترض للمعركة الذي يواجه فيه تمساح المياه المالحة الجائع حوتا قاتلا، فإنه سيضرب أولا دون حتى التفكير في الأمر. وكحيوانات مفترسة ليس لدى تماسيح المياه المالحة أي أعداء طبيعيين، فهي تلعب دورا حاسما رئيسيا في النظام البيئي من خلال تنظيم أعداد الفرائس. ومن المعروف أنهم يهاجمون حيوانات كبيرة مثل جاموس الماء وأسماك القرش والأسود باستخدام ضربات سريعة كالبرق وفكوك قوية. الحيتان القاتلة. إضافة لدهائها الكبير، تشتهر هذه المخلوقات الرائعة بسلوكها العدواني تجاه البشر والحيوانات البحرية الأخرى. أحد أكثر سلوكيات الأوركا إثارة للقلق هو ميلها لمهاجمة قوارب الصيد مثل التمساح، وهي حيوانات مفترسة ذات قدرة تنافسية عالية عندما يتعلق الأمر بالعثور على الطعام. وقد لوحظ أن هذه المخلوقات الذكية والاجتماعية تصطاد في مجموعات وتستخدم تكتيكات مختلفة للقبض على فرائسها، وهي تهاجم وتقتل أيضا الثدييات البحرية الأخرى مثل الفقمة وأسود البحر وحتى أنواع الحيتان الأخرى. إضافة إلى أن الحيتان القاتلة تحب إغراق فرائسها، ولكن سيكون من الصعب القيام بذلك مع التمساح، خاصة أن حلق تمساح المياه المالحة يحتوي على صمام خاص يسمح له بالبقاء تحت الماء لأكثر من ساعة، كما أن لديهم أيضا غدة لسان خاصة تمكنهم من تنقية أجسامهم من الملح الزائد، مما يسهل عليهم البقاء على قيد الحياة في بيئات المياه المالحة. وأيضا سيتمكن التمساح من شم رائحة الحوت القاتل قبل رؤيته،
حيث يمكنه التقاط الروائح من مسافة 1.5 كيلومتر. ثالثا، الأسلحة والتكتيك. الميزة الأخرى التي تتمتع بها تماسيح المياه المالحة هي جلدها المدرع القوي. الجلد المدرع بصفائح عظمية تسمى الجلد العظمي. يمكن أن تكون هذه الجلود العظمية هي التي ستنقذ التمساح خلال معركته مع الحيتان القاتلة. على غرار تماسيح المياه المالحة، تعتبر الحيتان القاتلة من الحيوانات المفترسة العليا الرئيسية. إنهم في أعلى السلسلة الغذائية، ولا داعي للقلق بشأن أكل الحيوانات الأخرى لهم. وتتمتع هذه الحيتان الرائعة بأدمغة هائلة وذكاء مميز ومهارات صيد متخصصة. لذا وباستخدام تقنيات الصيد الجماعي، تستطيع الحيتان القاتلة تنظيم الهجمات التفصيلية وتنسيقها. ففي بعض الأحيان يخرجون إلى الشاطئ بأنفسهم لخطف الفقمات وأسود البحر. لكن إحدى تقنيات صيد الحيتان القاتلة الأكثر شهرة هي مناورة صفع الذيل. فسوف يضرب الحوت القاتل العملاق بذيله على سطح الماء للعمل على إغراق منافسه بعد صدمه الماء ليحاول القضاء عليه. وعندما يحين وقت الهجوم، يمكن أن تصل سرعة الحيتان القاتلة إلى 56 كيلومترا في الساعة. إنها واحدة من أسرع الثدييات البحرية على هذا الكوكب. وإلى جانب السرعة، هناك سبب آخر لنجاح الحيتان القاتلة في مهمات الصيد الجماعية بسبب قدرتها الهائلة على التواصل. فهي تمتلك نظام اتصالات معقد يتضمن نقرات وصفارات وأصوات غريبة. يمكنك سماع هذه الأصوات لأميال تحت الماء. كما تتمتع الحيتان القاتلة أيضا ببصر ممتاز، يمكنهم الرؤية جيدا تحت الماء وفوقه وحتى في الظلام. إن بصرهم الحاد يعود إلى وجود طبقة من الخلايا العاكسة في عيونهم. هذه الحيتان جيدة في الصيد والسرقة، ومن المعروف أنها تبحث عن الطعام من الحيوانات المفترسة الأخرى. وفي بعض الأحيان يسرقون الطعام من أسماك القرش البيضاء الكبيرة، وإذا خاض القرش معركة ضدهم فإنهم يعرفون كيف يقتلونه. وأخيرا، المعركة. بعد هذه المعلومات المثيرة، كيف يمكن تخيل معركة تمساح المياه المالحة ضد حوت الأوركا القاتل؟ رغم أن فرص حدوث معركة بين تمساح المياه المالحة والحيتان القاتلة في الحياة الواقعية منخفضة نسبيا، وذلك بسبب اختلاف موائل هذين المفترسين الرئيسيين، لكن إن تم ذلك لسبب ما، فإن سيناريو المعركة المنتظر سيكون كالتالي. يمكن تخيل المشهد في منطقة ساحلية ضحلة، وهناك نتوءات صخرية على طول الشاطئ. ربما تكون المياه محدودة الرؤية، وستكون استراتيجية التمساح هي الهجوم عن طريق التسلل. فهو سينتظر حتى يقترب الحوت بما فيه الكفاية ليوجه ضربته القاتلة بفكه المرعب بسرعة 29 كيلومترا في الساعة، ثم يقوم بالعض بشدة باستخدام فكه القوي دون أن يترك منافسه أبدا. وإذا تمكن الحوت لسبب ما من الهروب من فم التمساح، فسيظل لدى هذا الزاحف بعض الحيل في جعبته، حيث وباستخدام ذيله المدرع الكبير يمكنه ضرب الحوت وإفقاده السيطرة بكل ضربة. بالمقابل، لن يدخل الحوت القاتل في سيناريو المعركة هذا بمفرده، على عكس تمساح المياه المالحة الذي يعيش أسلوب حياة انفرادي. وسيخطط الحوت القاتل لهجوم منسق مع الأعضاء الآخرين في مجموعته، ثم يباشرون في دهس التمساح بأجسامهم العملاقة التي يبلغ وزنها 6 أطنان، ومع الحرص على تجنب الفكين الخطيرين. بالتأكيد سيتعرض كلا المفترسين لإصابات خلال هذه المعركة الافتراضية، ولكن قد ترجح الكفة نحو الحوت القاتل ويصبح هو الفائز. إن تم الأمر عن طريق التخطيط والهجوم دفعة واحدة كمجموعة، والتي يمكن أن تصل إلى 40 عضوا، فالحجم والسرعة يمنحان هذه الثدييات البحرية ميزة واضحة، والتي ستمكنها من الإطاحة وتمزيق هذا الزاحف المرعب. لكن
إن تمت ولسبب ما هذه المعركة دون أن يتلقى الأوركا دعما من مجموعته، فمن المرجح أيضا أنه ما زال بإمكانه التغلب على تمساح المياه المالحة في هذا القتال الفردي. على الرغم من أن هذه التماسيح كبيرة ومدرعة، إلا أنها ليست قوية بما يكفي لمحاربة الحوت القاتل، هذا المفترس المتوحش القادر على قتل أسماك القرش البيضاء الكبيرة بأساليب قتاله المختلف المتكونة من الصدم والضرب بالذيل، بالإضافة إلى العضة القاسية والإغراق باستغلال ميزة الحجم الهائل والسرعة.